ليه بقينا بنشوف ستات ناجحة جدا في شغلها بس وحيدة، ورجالة واصلين لأعلى المناصب بس مش لاقيين نفسهم في بيوتهم؟ الحقيقة إننا طحنا نفسنا عشان نطور عقلنا ونكبر الكارير، ونسينا خالص نطور قلبنا. ركزنا نملى الحساب البنكي ونسينا خالص نملى الرصيد النفسي. النهاردة الست ما بقتش بتدور على حد يشيل عنها الحمل المادي، هي بتدور على بني آدم يحس بوجعها. والراجل ما بقاش عايز موديل يتمنظر بيها، هو عايز سكن يهرب فيه من طحن الحياة. وده لأن اللعبة اتغيرت تماما، واحنا لسه بنحاول نلعب بقوانين قديمه ما بقتش تاكل عيش. زمان الجواز كان صفقه واضحه، الراجل يفتح البيت ويوفر القرش، والست وظيفتها توفر الراحه. فكان النضج العاطفي ده رفاهيه، حاجه كده زي الكريزه اللي فوق التورته، لو مش موجوده ادينا عايشين والبيت مستور، والراجل ما بيخليش عياله محتاجين حاجه. لكن النهارده الست نزلت الشغل وطحنت نفسها، وبقت بتشيل نفسها ماديا، وبقت تقدر تجيب لنفسها الشنطه البراند وتتعشى في احسن مكان بفلوسها. وهنا بيظهر السؤال المنطقي، انت هتدخل حياتها تعمل ايه؟ لما الست تستغنى عن الاحتياج للقرش ما بيفضلش غير الاحتياج للعشرة. وهنا بقى بنلبس في الحيط، لان فكرة انها تستحمل شخص نضجه العاطفي واقف عند سن المراهقة ما بقتش جايبه همها. الشخص اللي لما يغلط يقلب الترابيزة عشان ما بيعرفش يعتذر، او اللي لما يزعل يقلب بوزه ويقفل على نفسه بالايام عشان ما عندوش الشجاعة يواجه بمشاعره، ده ما بقاش ليه مكان. هي مش محتاجة حد يصرف، هي محتاجة راجل عاقل يزود لحياتها سلام نفسي مش موجود في حسابها البنكي. وعلى فكرة الرجالة كمان مظلومين وبقوا بيدوروا على النضج ده جدا. الراجل النهارده مطحون في ساقية الحياة، وما بقاش عايز الست اللي تكون حمل زيادة عليه او دراما كوين بتختبر حبه بالنكد والشك. هو بقى بيدور على الست العاقلة اللي تحتويه وقت تعبه، وتفهم ان العلاقة مش خناقة على مين اللي كلامه يمشي، لكنها شراكة، اتنين ساندين بعض بجد. الأزمة اننا جيل اتعلم ازاي ينجح بس محدش علمه ازاي يحس. اتعلمنا نذاكر ونبني كارير بس محدش فهمنا يعني ايه ذكاء مشاعر، ولا ان القوة مش في السيطرة، وإن الأنوثة مش في الضعف والتمثيل. إحنا فعليا عايشين في زمن المجاعة العاطفية، والناس بتهرب من علاقاتها مش عشان الفلوس نقصت، لكن عشان الرصيد النفسي هو اللي خلص. الفكرة ما بقتش مين اللي بيدفع الفاتورة، الفكرة مين اللي بيضيف قيمة لروح تاني. النهاردة القلوب المفتوحة بقت أغلى بكتير من الجيوب المليانة، وما بقاش ينفع تداري عيوبك النفسية ورا بيت فخم وتفتكر إنك كده قمت بالواجب. لو ما بذلتش مجهود في إنك تنضج وتكبر كبني آدم، فكل فلوسك كراجل أو جمالك كست مش هيقدروا يسندوا علاقة مهزوزة من جوه ومبنية على ورق. الاستثمار الحقيقي دلوقتي في انك تنضج وتفهم نفسك وتتعلم ازاي تتكلم وتسمع اللي قدامك بجد، عشان في الاخر المحفظة المليانة ما بتطبطبش وقت الوجع، والشهادات اللي على الحيطة ما بتعرفش تفتح حوار حقيقي يحل مشكلة. العلاقات بتعيش بالنضج وبتموت لما بننسى اننا قبل اي حاجة بني ادمين.